من أراد أن يصلي لا يمنعوا شي واحد. وهذه 12 عام عمر الإخوان قالوا خصنا نصلوا العصر ولا المغرب، ثاني ما قلنا الصلاة 12 عام. لا شيء قبل صلاة العصر، لا شيء قبل صلاة العصر، وأرفع الجلسة لصلاة العصر. وإذا التمس منكم سيدة الرئيسة أن نرفع الجلسة لأداء صلاة العصر، لأن امتداد الجلسة كيمشي حتى المغرب مادام أن نهار ولا قصير، فرجاء أن ترفعوا الجلسة لهذا الغرض. شكرا. شكرا. هذا الملاحظة في محلها ونقبلها طبعا. إذن أحد نعم نقطة نظام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بعد في واحد البلد اللي هو الحمد لله له الحريه الكامله، والدين ديالنا كذلك حتى هو كيمشي في هذا السياق. من اراد ان يصلي لا يمنعوا شي واحد. وهذه 12 عام عمر الاخوان قالوا خصنا نصلوا العصر ولا المغرب، ثاني ما قلنا الصلاه 12 عام. كنا كنسكنوا على الوقت اللي بغى يصليه ونتحت. وعاد المسافر عنده الحق يصلي بالتقصير، اما في الاول واما في الاخر، وما عنده حتى اشكال. والمسجد كاين، بلد مسلم، اماره المؤمنين، وما يجيش واحد يوجهنا ولا شي درسنا في البرلمان. السيد النائب اللي يطلب شي حاجه نديرو، طلبتو دابا صلاه العصر؟ لا ماشي، لا اسمح لي. اذا طلب مني لا اسمع، اذا طلب مني ذلك سيدي السيد النائب، أنا سمعتك وأنا أقول لك لا شيء قبل صلاة العصر، لا شيء قبل صلاة العصر، وأرفع الجلسة لصلاة العصر.